نعم. حكم وضع الحجر في موضع السجود، هذه أيضا من البدع. يعني السجود على التربة من البدع. الأصل السجود على الأرض، ما سجد الرسول على تربة، ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سجدوا على تربة مخصوصة كما يفعل الناس اليوم. الصلاة في مساجد الشيعة أنا أراها باطلة، للذي أن هذا مسجد شيعة لازم يعيد، لأن عندهم بدع، عندهم تربة. طيب أو أبو محمد، نعم. قضايا شركية. يعني الآن صارت هذه التربة تعظم. هل يجوز السجود على حائل على الجبهة؟ يعني هل يجوز أن أسجد على الأرض وفي حائل على الجبهة؟ يعني أكون لابس مثلا غطرة فأنزل الغطرة أو الشماغ على جبهتي بحيث تحول هذه الغطرة أو هذا الغطاء، أو الأخت المسلمة مثلا تلبس الخمار أو الرجل يلبس العمامة فيسجد على كور عمامته مثلا. الأفضل عند جماهير العلماء أن يمكن جبهته من الأرض بلا حائل. يعني تجاوز قضية مجرد سجود على تراب. نعم. وإذا كان القضية والله يعني أن السجود الأصل على التراب فلا يفرشوا مساجدهم، يريحون الناس من قضية التربة. اسجد نعم. على، اجعل مسجدك حصباء واسجد كما شئت. إن اضطر لضرورة لشدة حر أو لشدة برد أن يضع شيئا بين جبهته وبين الأرض ليسجد عليه فلا إثم ولا حرج ولا تبطل صلاته. والكراهة عند السلف معناها التحريم، وهذا أيضا مبحث هام. الكراهة عند السلف قال أكره هذا، يعني معناها أنني لا أراه وأراه محرما. وبعض أهل العلم يوجبون
كشف الجبهة يقولون بالوجوب، ومن لم يفعل فهو آثم، بل ومنهم من يبطل صلاته إذا كان هذا الذي يسجد عليه ملاصقا له يتحرك بحركته ليس منفصلا عنه. فالشافعية مثلا يوجبون السجود على الجبهة بلا حائل بين الجبهة وبين الأرض، يوجبون. فالأولى أخي الكريم أن تسجد على الأرض وأن تمكن جبينك من الأرض، أما إن اضطررت إلى ذلك فالضرورات تبيح المحظورات. الصلاة في مساجد شيعة أنا أراها باطلة، للذي يعلم أن هذا مسجد شيعة لازم يعيد، لأن عندهم بدع. عرفت أن مسجد شيعة مسابيح، قال لي هاك مصباح أسود، فأرى أنا هذا اجتهاد مني ما أدري. وهي وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره من الصحابة، وكان عنده خيط، وهذا استدل به شيخ الإسلام في الفتاوى على أن المسبحة إذا استخدمت في غرض صحيح فليس بها بأس المسبحة إذا كان للتسبيح. وأنا أقترح ما تكون في المسجد بعد الصلوات، لكن من أخذها بنية صحيحة، وهذا فتوى ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 22 من الفتاوى وغيره من العلماء. وأحمد بن حنبل ذكر في كتاب الزهد أثرا أن أبا هريرة عنده 1000 خيط يصبح به، وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أيضا في ترجمة أبي هريرة وغيره. فإذا كان عندك مسبحة تسبح بها وتعد بها فليس فيها حرج إن شاء الله. ما لا عندهم بدع. عرفت أن مسجد شيعة مسابيح، قال لي هاك مصباح أسود، فأرى أنا هذا اجتهاد مني ما أدري. عندهم بدع، تهوروا المسألة وتكبرون، ويجي الإنسان وهي بدعة وضلالة تخرج العبد من الملة وصاحبها يشابه أهل الأوثان، ومنها كلام. سهل الأمور كما سهل الأئمة الإسلام وللعلماء فيها فتاوى قريبة، وأحسن من أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب هل السبحة بدعة؟ الجواب للعلماء قولان في السبحة أو السبحة أو المسبحة. المسبحة من العلماء من يقول ببدعيتها، من العلماء من يقول بأنها بدعة باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبح على المسبحة، ومن أهل العلم من لا يرى بدعيتها ويقول بأن السبحة أو المسبحة ليست بدعة لأنها ليست عبادة وإنما هي وسيلة للعبادة. وأنا أدين لله بهذا، أنا أدين لله بأن المسبحة ليست بدعة وإنما هي لضبط العدد، لكن ولهذا الإنسان يسبح بها ثم يدخلها فلا بأس. يرى أنها تعينه كثيرا وتحفظ وقته في المجلس يسبح. لا أرى حرجا بذلك. وسبق للصحابة فعلوا مثله رضي الله عنهم. نعم، العد بالحصى. الحمد لله. عرفت أن مسجد شيعة مسابيح، قال لي هاك مصباح أسود، فأرى أنا هذا اجتهاد مني ما أدري. يقول أرجو توضيح الحكم في التسبيح على السبحة. إذا كنت تستطيع أن تسبح على أصابعك فهو أولى وأفضل، إن عجزت فلا بأس باستعمال السبحة والله أعلم، ذلك لضبط الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.